السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في وصفة النهاردة هنعمل كباب بطريقة جديدة غير اي طريقة تقليدية. معانا في المقادير ربع لحمة مفرومة، معانا كوباية برغل نقعناها في مية سخنة وصفيناه وسبناه شوية لما طرت خالص، معانا بصلاية، معانا قرن فلفل من اللي هو الالوان الاحمر، معانا طماطماية، قرنين فلفل حامي، معانا بصلاية مبشورة ومتصفية. ماشي يا حبايبي. ومعانا في التوابل فلفل اسمر، بهارات لحمه، توم باودر، زعتر، على حبهان، على لورا، نص معلقه بيكنج باودر، مكعبين مرقه دجاج، وممكن تبدلوهم بالملح. هي طريقتها سهله جدا وطريقه جميله وجديده وهتعجبكم بامر الله في منتهى الجمال. طبعا احنا بنعمل من كميات بسيطه، عاوزين تزودوا الكميه من ربع كيلو نص كيلو برضو هيرملكوا كميه حلوه، برضو هتحطوا هي كوبايه. ماشي يا حبيبي. عاوزين تقللوا البرغل شويه، البرغل شويه وتخلوه نص كوبايه براحتكم برضو. بنسخن ميه ونحط فيها البرغل، ننقعه شويه لحد ما يطرى خالص ويبوش، وبعد كده نصفيه حلو جدا من الميه زي ما انتم شايفين كده. نزلنا في الكبه بتاعتنا بالبصلايه، وده الفلفل الالوان اللي احنا كنا مفرزينه الاحمر ده، طبعا طلعته من التلج وصفيته شويه وحطيته معاكم في الكبه، وقرنين شطه حاميين، عاوزين تبدلوهم بفلفل رومي مفيش مشاكل، وهنحط معاهم طماطمايه. دي التحابيش او الصلصه اللي احنا هنحطها مع الكفته او الكباب اللي احنا هنعمله في الصينيه. ماشي. يبقى بصلايه، قرنين شطه حامين، او ممكن يتبدل برومي، فلفل، بس الفلفل الاحمر ضروري. لو في فلفل بلدي احمر من اللي هو الرومي حطوا قرنين، مفيش هنحط فلفل الوان. ماشي. ضربناهم في الكبه كده مع بعض، عملناهم خلطه كده، بصل على فلفل على طماطمايه على قرنين شطه، واحد احمر واتنين حامين. ماشي يا جماعه، يا رب يكون وصلت المعلومه. دي الخلطة اللي هنحطها ما بين رقات الكفتة. ماشي يا جماعة، جميلة جميلة جميلة. هنتبلها دلوقتي عشان خاطر نركنها على جنب، يبقى خلصنا من اول حاجة. ماشي. هنحط لها برضو نفس التوابل اللي هنحطها للكفتة، شوية بهارات لحمة، شوية ملح، شوية فلفل اسمر بس. وممكن برضو نضيف بصل بودر وتوم بودر، بصل بودر وتوم بودر هنضيف عشان تاخد نفس طعم توابل الكفتة. فلفل اسمر بس، دي هنحط لها ملح، يبقى بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر، بهارات لحمه. وهنحط شويه ملح صغيرين خالص عشان احنا لسه هنتبل برضو الكفته معانا. ماشي. هنقلبها بقى كده على بعضيها، هنقلب التوابل، وممكن تحطوا لها ملح وفلفل اسمر وخلاص. لو ما فيش كل التوابل دي عندكم هنحط ملح وفلفل اسمر بس ونركنها. المهم ان هي تبقى متبله بنفس التوابل وخلاص. دلوقتي هنعمل بقى معاكم الكباب. طبعا كبة مطرح اللي احنا لسه عاملينه. هننزل كده بكوباية البرغل متصفي جامد جدا، طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا لما نقعه في مية سخنة يا جماعة بيبقى افضل، بيخلص على طول وبينجز في الوقت. وبربع اللحمة المفروم عاوزين تحطوا نص كوباية، انا حاطة كوباية صغيرة. ماشي. وبصلاية مبشورة ومتصفية حلوة قوي من المية بتاعتها، وننزل بالتوابل بتاعتنا. ماشي حبايبي، يعني نعتبر كأننا بنعمل كفتة، بس كفتة برغل. وهنحط شوية زيت كده صغيرين عشان تلم العجينة كلها مع بعضها. هنضرب كله مع بعضيه كده في الكبة لحد ما ننعمه خالص زي ما هتشوفوا. بس كده نعمناها زي ما انتم شايفين كده. ودي الخلطة اللي احنا عملناها. هنعمل هناخد شوية من الخلطة كده ونفردهم في صينية كده. والله يا جماعة طعمها رائع. مش عاوزين تحطوا برغل، ممكن تعملوها بلحمة خالص وكأنكم بتعملوا كفتة عادية، كفتة لحمة، بس بتحطوا نفس المقادير. ماشي. بس احنا حطينا البرغل يزود الكمية، يعني كباب اقتصادي. ماشي. حطينا كده جزء في الأرضية بتاع الصينية، وهنعمله كباب مدور كده زي ما انتم شايفين، زي البرجر الصغير، ميني برجر.
وصفة هتاكلوا صوابعكم وراها بأمانة يعني. كانت والدتي الله يرحمها كانت بتعملها زمان لينا، وكانت برضو بتضيف البرغل كده برضو. بس طبعا احنا بجيب ربع كيلو ليه؟ عشان احنا عاوزين نعمل حاجات اقتصادية، ومن ربع كيلو ممكن نعمل اي اكلة حلوة. ماشي يا جماعة. وطبعا شايفين الدنيا غالية ازاي. طبعا كده دي كانت اول طبقة عملناها. هننزل برضو بنفس الخلطة برضو على وش الكفتة كده، هيبقى طبقة من ده وطبقة من ده. ماشي. وهنحطه فوقيها برضو عادي، هنحطه فوقيها برضو نفس الكباب برضو. هنصبع بقية الكمية. ما شاء الله اللهم بارك، رمت لنا كمية حلوة قوي. يعني كده كنا ايه، برضو حطينا تاني طبق اهو. وبنرش برضو بنحط برضو من الخلطة اللي احنا عملناها بالبصل والطماطم والفلفل. ودي اخر حاجة بقى، اخر حتة كنا بنعملها اهو زي ما انتم شايفين كده. والله يا جماعة وصفة رائعة رائعة رائعة. والله الواحد بيتعب عقبال ما بيفكر في وصفات ويقول هعمل ايه واسوي ايه، ونعمل حاجات وتكون ناجحة. ما اعملش وصفة ولو فشلت معايا استحالة انزلها، استحالة، عشان بستحرم. لان احنا في زمن صعب والاي حاجة غالية. دعواتكم بقى معانا، وتنسونيش بقى في اشتراك وشير ولايك للقناة. وبالله عليكم المشاهدات يا جماعة، الساعات عندي يعني ضعيفة خالص. انا لسه يعني ما كملتش حاجة، لسه ما فعلتش القناة والله. قناتي لسه ما اتفعلتش يا جماعة بالله عليكم. يعني كده نكبر بخواطر بعضينا، وربنا ايه يصلح الحل الجميع يا رب. لو ممكن بقى تنزلوا بقى بشوية مية صغيرين كده من الجنب. ماشي. عشان خاطر احنا هنعملها على البوتاجاز من فوق، هنسويها على البوتاجاز. عايزين تدخلوها الفرن براحتكم. يا دوب بس هي مش هتاخد سوا معاكم، يعني مش هتقعد معاكم ايه ربع ساعة كده واكون استوت، وبعد كده دخلت وشها في الفرن. بس ايه لازم تزودوها شوية مية، ربع كوباية مية صغيرة بس من الجنب كده. عشان ايه الكفتة ما تلزقش معاكم في ارضية الصينية. لان انا حاطة كله على بعضيه. يعني عرفتوا تقلبوها بالراحة كده قلبوها. طبعا انا ايه كنت كده شفتها كده كانت خلاص دخلت في سوا. بصوا اللهم بارك حلوة ازاي، وطعمة طعامة بقى يا جماعة مش قادرة اقول لكم. الريحة كانت قلبة المكان من جمالها. كباب اللحمة ده رهيب بالبرغل خطير. وبعد كده دخلتها بقى كده كانت استوت. دخلت بقى وشها في الفرن بس وشها يحمر وبعيش بلدي، وكانت تحفة جدا. ويا رب تكون وصفة الكباب النهاردة عجبتكم بتاع اللحمة. بصوا ما شاء الله القطعة جميلة، وغمسناها بعيش بلدي وكانت حلوة جدا. وبألف هنا وشوف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.